وبركاته. شباب تالتة ثانوي مع فيديو حل درس جديد في الكيمياء العضوية. معاكم أخوكم إسلام كامل. هنكمل حل الكيمياء العضوية، هنحل الدرس الفينولات. تعالوا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا الدرس العاشر. السؤال الأول بيقول المركب 1 و2 و3 ثلاثي هيدروكسي بنزين هو. بصوا يا شباب، طالما ثلاثي هيدروكسي بنزين يبقى احنا في الفينولات. ده طبعا هيبقى مركب البيرو جالول، فهنختار الإجابة رقم ب. نيجي للسؤال رقم 2. هو بيقول لي الصيغ البنائية التالية لأربع مركبات فينولية. حلقة عليها OH، حلقة عليها OH و CH3، والمركب الثالث والمركب الرابع. ما المركبان اللذان يحتويان على نفس العدد من ذرات الهيدروجين؟ احنا لازم هنا نحسب عدد ذرات الهيدروجين في كل مركب. لو جينا نبص على المركب الأول كده، أنا عندي 5 ذرات على الحلقة وفي واحدة بره، يبقى هنا في عدد الهيدروجين 6. المركب اللي بعده في عندي على الحلقة في الأماكن الفاضية 4 ذرات هيدروجين وفي 4 بره، يبقى عدد الإتشات هنا 8. في المركب اللي بعده في عندي على الحلقة 1 2 3 وفي 4 بره، يبقى هنا اتش 7. مالكش دعوة بالكلور، مالكش دعوة بالكربون، انت بتحسب الهيدروجين بس. في المركب الأخير في 3 هيدروجين و2 يبقوا 5 بره، وفي على الحلقة 1 2 3 أماكن فاضية، يبقى معايا اتش 8. يبقى أنا كده عايز إجابة بتقول المركب رقم 2 ورقم 4 هي الإجابة الصحيحة. يبقى كده دي أول جزئية. نيجي للسؤال الثالث. بيقول ما تسمية الأيوباك للمركب المقابل 2؟ يعني لو شفنا كده احنا كنا دايما بنقول عديد الإحلال على البنزين لازم أرقم من الناحية اللي فيها زحمة. البي ار هنا لو مشينا كده أفضل شيء، يبقى 1 2 3 4 فاضي، 5 فيه بروم، يبقى لازم أقول 1 و3 و5 ثلاثي بروم و2 هيدروكسي بنزين. الإجابة رقم ج. السؤال الرابع بيقول الجدول التالي يوضح الصيغ بتاعة الصيغ الجزيئية لثلاثة مركبات X و Y و Z، أي مما يأتي يعد صحيحا. لو بصينا على X C8H14، لو طبقنا القانون 2 في 8 ب16 يبقى ده الكاين لأنه ناقص 2. لو بصينا على Y هلاقي C5H10 ده ألكان حلقي. لو بصينا على Z C6H6O3، طالما O3 على C6H6 يبقى ده من الفينولات اللي هو البيرو جالول، فاحنا هنختار الإجابة ألف الإجابة الصحيحة. لو بصينا على السؤال الخامس، يمكن الحصول على كل مما يلي بالتقطير التجزيئي عدا البنزين من قطران الفحم تقطير تجزيئي، الفينول من قطران الفحم تقطير تجزيئي، قطران الفحم من الفحم الحجري ده بقى كان اسمه تقطير إتلافي. فالسؤال هنا إجابته ج الصح. طب ليه ما اختارش دال يا مستر؟ دال بيقول الإيثانول من خليط التخمر، مش الإيثانول ده سائل وخليط التخمر اللي هو الجلوكوز والفركتوز سوائل دايبة، يبقى ده تقطير تجزيئي مظبوط. السؤال السادس بيقول تتفق مركبات كل من البنزين العطري والأنثراسين والفينول في البنزين معلهوش مجموعة وظيفية، هي حلقة بس. الأنثراسين اللي هم كانوا 3 حلقات لو فاكرين جنب بعض بالشكل ده، اللي هو كان ثالث مركب في الأروماتية بعد النفتالين. والفينول في المجموعة الفعالة لأ، لأن هي على الفينول بس OH. بإمكانية تحضيرها من قطران الفحم دي ممكن اختارها. ج عدد الروابط باي لأ. د عدد ذرات الكربون لأ، يبقى هي الإجابة ب 7.
عند تسخين الفحم الحجري بمعزل عن الهواء تكونت مادة سوداء ثقيلة إكس، ما المادتين اللتين يمكن الحصول عليهما من التقطير التجزيئي للمادة السوداء الثقيلة؟ أكيد المادة السوداء الثقيلة دي يا أولاد هي قطران الفحم. إيه المادتين؟ ممكن أختار البنزين وحمض الكربوليك، لأن حمض الكربوليك اسمه الفينول، فكده إجابة مظبوطة. نيجي للسؤال الثامن، بيقول من المخطط التالي يوضح بعض العمليات التي تتم في ظروف مناسبة. أنا معايا قطران مشتق هيدروكربون C8H10. القطران العملية الأولى دي يا شباب لازم تكون تقطير تجزيئي عشان هجيب مشتق هيدروكربون اللي هو الفينول. يبقى هنا في حلقة وعليها OH اللي هو الفينول. طيب الحلقة اللي عليها OH دي أنا المفروض أخد بالي إن اللي طالع مش بنزين لأن هو المشتق، هيحمل له عملية تبقى هيدروكربون، يبقى العملية 2 دي لازم تكون اختزال، والهيدروكربون اللي هو حلقة البنزين هيعمل له عملية تانية هيدينا C8H10 اللي هو C8H10 ده اللي هو حلقة وعليها C2H5. فأنت كده الجزئية دي لازم العمليات تحددها بناء على ذلك. تعال نشوف. رقم 1 اسمها تقطير تجزيئي صح، رقم 2 المفروض اختزال. بص كده على الإجابة ج، تقطير تجزيئي واختزال. رقم 3 اسمه فريدل كرافت، مظبوط طبعا، الإجابة الصحيحة هي ج هنا. طيب نيجي للسؤال رقم 9 بيقول عند تسخين مركب الكلوروبنزين مع NaOH يتكون كلوروبنزين مع NaOH هيتكون فينول، فألف هيدروكسيل أروماتي صحيح، لكن ب غلط، ج غلط، د كلوروفينول غلط. 10 بيقول لي ما ناتج تفاعل محلول مائي من هيدروكسيد الصوديوم مع كل من بروميد الإيثايل وكلوروبنزين كل على حدة. بصوا يا شباب لازم نفهم حاجة، البروميد الإيثايل فيه مجموعة الكايل دافعة للإلكترونات، أما كلوروبنزين فيه حلقة بنزين ساحبة للإلكترونات. طالما ده دافع وده ساحب يبقى الإحلال هنا أسهل. هو مش بيسألني في كده بس أنا بنبهك إن الإحلال في حالة بروميد الإيثايل أسهل. طيب في ظروف إيه اللي يتكون؟ المفروض أختار إيثانول وفينول، يعني هختار ج اللي هي كحول إيثيلي وفينول. السؤال 11 يمكن الحصول على مركب يستخدم كمبيد حشري من مركب الكلوروبنزين بالعمليات التالية. مبيد حشري انتوا فاكرينه اللي هو DDT او الجامكسان اللي هي حلقة فاضية وعليها Cl في كل ركن. طيب من الكلوروبنزين اللي هي حلقة وعليها Cl. طب الكلوروبنزين ده لازم اعمل له تحلل مائي عشان اجيب فينول، يبقى الاجابة يا الف يا اما الاجابة د، لان التحلل برضو اسمه استبدال. طيب نمشي ورا ألف، تحلل جبنا فينول، هل هعمل نزع أكسجين؟ ما عنديش التفاعل ده. نزع أكسجين معناه اختزال، هل ممكن أعمل اختزال؟ صح، نزع أكسجين عندي بالزد ان مظبوط، وهجيب بنزين. لو عملت نزع أكسجين يعني حلقة بتاعة الفينول OH لو عملت لها نزع أكسجين هيديني حلقة بتاعة بنزين. طب لو عملت له إضافة صح، إضافة كلور هيدي الجامكسان مظبوط، يبقى الجواب ألف مظبوط. طيب نيجي لخواص الفينول. السؤال رقم 12. في السؤال 12 بيقول ما الحالة الفيزيائية التي يتواجد عليها الفينول عند 25 درجة سيليزيوس؟ احنا قلنا هو بينصهر عند 43، يبقى في 25 بلورات صلبة. 13 مادة عضوية X توجد في الظروف العادية على هيئة بلورات لها رائحة مميزة، يقصد الفينول، وشائعة الذوبان في الماء. ما المادة العضوية X؟ اختار ج. أي المركبات الآتية أكثر حامضية؟ الليثان متعادل، الفينول حامضي أعلى منهم، الليثانول متعادل له صفة ضعيفة، الأسيتيلين متعادل، يبقى الإجابة رقم ب. السؤال 15 أي مما يلي لا يعبر، خلي بالك بيقول لا يعبر عن خواص 1 مول من المركب ده؟ ألف يتفاعل مع 2 مول من فلز البوتاسيوم، صح، لأن المجموعة الكحولية هتتفاعل والفينولية هتتفاعل. بص أنا قلت على اللي فوق دي يا شباب إيه؟ مجموعة كحولية،
لان ال OH متصله بالكايل حتى لو على حلقه البنزين، لكن الفينوليه لازم الاتصال يبقى مباشر على حلقه البنزين. ب يتفاعل مع 2 مول من هيدروكسيد البوتاسيوم. دي غلط، هو عايز لا يعبر. طب غلط ليه؟ لان المجموعه الكحوليه مش بتتفاعل مع هيدروكسيد الفلز، المجموعه الفينوليه بس هي اللي بتتفاعل. ج بيقول يتفاعل مع 1 مول من الهيدروكلوريك، صح لان الكحوليه بس هي اللي بتتفاعل. د يتاثر بالبرمنجانات، صح لان مجموعه الكربينول فوق اوليه. السؤال 16، ما المواد اللازم توفرها للحصول على فينوكسيد البوتاسيوم من الكلوروبنزين؟ فينوكسيد البوتاسيوم C6H5OK، عايزه من الكلوروبنزين اللي هو حلقة وعليها Cl. طبعا لازم اعمل احلال الاول، وفرة بالهيدروكسيد البوتاسيوم عشان يتفاعل. فممكن اختار الاجابة كده ألف. فكرتها ايه؟ ان حلقة البنزين مع الكلور مع KOH هيكون فينول، وكلمة وفرة هنا معناها ان الفينول هيقدر يتفاعل تاني مع KOH وبالتالي يكون المركب ده مع المية. طيب ليه ب ما تنفعش؟ لان ما اقدرش احط كلوروبنزين مع بوتاسيوم بس. طب ج ما تنفعش جير صودي فقط، ليه؟ الجير الصودي هو خليط من الصودا الكاوية، فاللي طالع هيطلع فيه نوكسيد صوديوم مش فيه نوكسيد بوتاسيوم، مش هتنفع. طيب نيجي للسؤال 17، كل المواد الآتية تتفاعل مع محلول هيدروكسيد الصوديوم عدا مين؟ كل المواد الآتية تتفاعل مع محلول هيدروكسيد الصوديوم ما عدا مين؟ كلوريد الألمنيوم بيتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم ويدي راسب أبيض، وده لسه هناخده في الباب الثاني. كلوريد الحديد الثلاثي بيتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم ويدي راسب بني محمر، وده هناخده في الباب الثاني. الفينول بيتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم، وده خدناه من خواص الفينول لان ليه حمضيه ضعيفه، حمضيه اقوى اسف. ده الليسيلين هو اللي ما بيتفاعلش بقى مع هيدروكسيد الصوديوم لانه متعادل. السؤال 18، اي المركبات الاتيه لا يمكن نيترتها بشكل مباشر؟ النيتره يا شباب يعني التفاعل مع HNO3، هعمل نيتره. لا يمكن نيترتها بشكل مباشر. التولوين طبعا انيتره ويدي TNT، الفينول انيتره ويدي البكريك. هو حمض الاسيتيك بقى، حمض الاسيتيك لو فعلناه مع النيترو صعب ما يتفاعلش. جيم حمض البنزويك هو اللي بيوجه ميتا يبقى يتفاعل. 19، اللون الاصفر، اصفر يعني ماده فيها حمض البكريك في منقار طائر النورس، يرجع لاحتوائه على، يبقى الاجابه الف الاجابه الصحيحه. نيجي للسؤال رقم 20، بيقول أي مما يلي يعبر عن الناتج النهائي لنيترة وكلورة الفينول كل على حدة. تعال نشوف ناتج النيترة وناتج الكلورة. هو الفينول بيوجه قرص وبار، فكلورة الفينول لو هي إحلال هيدي في المكان قرص وبارة، يعني المكان بتاع ثلاثي كلوروفينول ده. طيب ناتج النيترة، هل نيترة الفينول بتدي حمض البكريك؟ صح كده، يبقى الإجابة الصحيحة هنا هي د. نيجي للسؤال 21، بيقول ما أقل عدد من العمليات الكيميائية اللازمة لتحويل أبسط الكين، أبسط الكين يا شباب مقصود بمين؟ الأسيتيلين اللي هو C2H2 إلى مادة مطهرة لعلاج الحروق. مادة مطهرة دي مقصود بها مين؟ البكريك، حمض البكريك. طيب أنا عشان أعمل كده لازم أعمل إيه؟ عشان أعمل كده، عشان أحول الأسيتيلين لمادة فيها بكريك لازم أمر الأول بعمليات الحصول على البنزين ثم الفينول. طيب العمليات إيه بقى؟ راجع معايا كده، تعالوا نجيب صفحة فاضية ونحاول نحلها فيها. عايز أحول الألكاين لبكريك. احنا قلنا عايزين الأسيتيلين اللي هو C2H2 عايزين نوصل بيه لحمض البكريك. طيب الأسيتيلين ده لازم أوصله البنزين، فالعملية الأولى هنا اسمها بلمرة ثلاثية. طيب جبنا حلقة البنزين بتاعتنا لازم أوصلها لكلورو بنزين عشان أجيب الفينول اللي هي حلقة وعليها Cl، فأنا كده عملت تاني عملية اسمها كلورة. بعد كده لازم أوصل الكلورو بنزين لحلقة عليها OH اللي هي كده شباب عملية تحلل، دي رقم 3. طيب بعد كده الفينول ده لازم أعمل له نيترة، دي العملية رقم 4 نيترة. طيب
اللي هي هيطلع حمض البكريك بقى، اللي هو OH وعليه NO2 في الأماكن بتاعت أورسو وبتاعت بارا. فأنت لو جيت تبص كده هتلاقي أنت مريت بعملية اسمها بلمرة، دي أول حاجة. تاني حاجة كلورة، دي تاني حاجة. تالت حاجة تحلل. رابع حاجة نيترة. يبقى أنا مريت يا شباب بكام عملية؟ ب4 عمليات. فنرجع تاني، ما أقل عدد من العمليات الكيميائية اللازمة لتحويل الأسيتيلين إلى مادة مطهرة، قلنا 4 عمليات. يبقى الجواب الصح هو ج. 22، يتم تحويل المركب كلورو بنزين C6H5Cl إلى 1 كلورو 2 نيترو بنزين عن طريق إيه؟ يعني أنا عايز أحول كلورو بنزين اللي هو حالة عليها Cl إلى 1 كلورو 2 نيترو. ارسمه كده، آدي 1 كلورو 2 نيترو. يبقى أنا كده هعمل نيترة بس، لأن الكلور بيوجه فورسه، فهنختار ألف. نيجي للسؤال 23، 4 مركبات عضوية. المركب W قابل للأكسدة والاختزال. احنا كنا قلنا شباب اللي بيبقى الأكسدة والاختزال ده بيبقى الدهايد لو فاكرين. X قابل للتفاعل بالإضافة والإحلال يعني بنزين. Y مادة مطهرة اللي هو البكريك. Z يتحلل مائيا في وسط حامضي مكونا أيزومرين، يبقى Z ده السكروز. فلو جينا نشوف الاختياري المظبوط هنا، هو بيقول لي W قابل للأكسدة والاختزال، يبقى الدهايد يعني القانون بتاعه CnH2n. فأنا بفكر في الإجابة رقم د اللي هي 3 و6، أو الإجابة ب اللي هي 4 و8، لأن القانون بتاع الألدهيدات CnH2n. طيب المركب X قابل للتفاعل بالإضافة والإحلال، يبقى حلقة بنزين، فب ماشية معايا صح C6H6. المركب Y البكريك مظبوط. نيجي للمركب Z السكروز C12H22O11 مظبوط، يبقى الإجابة رقم ب هي الإجابة المظبوطة هنا. نيجي للسؤال 24، التفاعلات الموضحة بالمخطط التالي تجرى في ظروف مناسبة. أنا معايا مركب اسمه إكس، عمل أنبوبة نيكل مسخنة لدرجة الاحمرار، اداني هيدروكربون. طالما كده يبقى الإكس ده هو C2H2 والهيدروكربون هو حلقة البنزين. اتحول لمشتق، يبقى اتحول لحلقة عليها Cl عشان هالجنة. بعد كده تحلل في وسط قلوي، يبقى حلقة عليها OH اللي هو الفينول. بعد كده النيترة بتاعتنا يبقى ده بكريك. طيب هنحاول بقى نشوف الكلام ده هيمشي ازاي. لو جينا نبص كده على الإجابات، هو بيقول لي مين إكس؟ ارجع كده، إكس عندك اهوت اللي هو غير مشبع الأسيتيلين، فألف ماشية صح. طيب مين واي؟ واي لو بصينا عليه اللي هو الفينول عندك، اللي هو صلب بدرجة حرارة الغرفة. مين زد؟ زد مبيد حشري، بعد النيترة يبقى مبيد حشري، لا ألف غلط كده ما تنفعش. طب تعال نشوف ب. قابل للبلمرة، فعلا الأسيتيلين قابل للبلمرة. واي يتفاعل مع NaOH، صح الفينول يتفاعل مع NaOH. زد يستخدم في الشرايين، لا برضو غلط، توسيع الشرايين ما ينفعش. ج قابل للاختزال، لا هنا هنقف مش هتنفع. نيجي بقى لدال، نشط كيميائيا صح، كاوي للجلد اللي هو الفينول صح، مطهر صح، يبقى الجواب الصح هنا هو رقم د. نيجي للسؤال رقم 25، 3 مركبات تستخدم في صناعة المتفجرات. اكس من الهيدروكربونات، يبقى ده TNT، ما ينفعش اقول البكريك لان البكريك مشتق. واي مشتق هيدروكسيلي لهيدروكربون اليفاتي، يبقى ده اللي هو ثلاثي نيترو جليسرين، لو فاكر رمزه CH2CH وكل واحدة منهم عليها NO2 اللي هو ثلاثي نيترو جليسرين اللي قلنا عليه. زد مشتق لهيدروكربون أروماتي، يبقى ده البكريك. طيب تعالى بقى نشوف الإجابات. بيقول لي إكس يحضر بطريقة إعادة التشكيل، ده غلط. يذوب في الماء، لا غلط. يحضر بالتحلل القلوي لهالو بنزين، برضو غلط. لا يمتزج بالماء، خلينا نفكر في دي. واي يحضر، هو بيتكلم عن المركبات اللي استخدمت في التحضير. طب نجيب المركبات. الاولاني اكس ده اللي هو التولوين اللي حضر TNT، تمام. واي مشتق هيدروكسيلي لهيدروكربون اليفاتي اللي هو هيبقى مين؟
قلنا عليه الجليسرول، وزد مشتق الهيدروكربون أروماتي اللي هو الفينول. يبقى كده هو بيكلمني عن مركبات التولوين، وبيكلمني عن الجليسرول، وبيكلمني عن الفينول. طيب نتكلم بقى نشوف خصائصه. هو زد ده فينول، فطبيعي ان هو لا يذوب في الماء، صح؟ ماشي، فانا بفكر في الاجابه ج. وبرضو التحلل القلوي لهالو بنزين، صح؟ الاجابه الف صح، يعني الف يا ج هما اللي صح. واي جليسرول يمتزج بالماء، صح؟ يحضر بإعادة التشكيل، غلط. كده الإجابة ألف هي المنطقية بتاعتنا. نتأكد بقى من إكس، يحضر بإعادة التشكيل اللي هو التولوين، مظبوط كده. نيجي للسؤال 25. السؤال 26 متقسم. أي المونيمرات التالية يشترك في بلمرة ينتج عنه تكون جزيئات ماء؟ أنا عايز مونيمر بيشترك في تفاعلات بلمرة يتكون عنه جزيئات مية، يعني بلمرة بالتكاثف. يعني لو بصينا كده هنلاقي ب اللي هو الفينول، مظبوط. 27 شكل فين يعبر عن الفورمالدهيد والفينول؟ أي مما يلي يعبر عن طريقتي التحضير 1 و3 والمادة 2 الناتجة من تفاعلهما. عايز أحضر 1 اللي هو الفورمالدهيد. الفورمالدهيد ده الدهيد بيجي بأكسدة، أكسدة كحول أولي، فكده الإجابة ج مظبوطة، يا إما الإجابة خلاص هي ج اللي تنفع معايا. 2 هيبقى بوليمر مشترك وقطران الفحم، يبقى كده هي ج اللي تنفع معايا. 28 من الجدول المقابل أي مما يلي يعبر عن المركبين إكس وواي؟ لو بصينا على إكس هتلاقيه ألدهيد، ولو بصينا على واي هتلاقيه فينول. إكس ممكن يبقى غير ثابت لأن الألدهيدات فعلا غير، يعني فيها أيزوميرات غير ثابتة. لو فاكرين الصيغة دي كده كانت الأسيتالدهيد، وفي نفس الوقت الأيزومر بتاعها كان كحول الفينايل اللي فيه رابطة ثنائية مع مجموعة هيدروكسيل في نفس الوقت. فلو إكس غير ثابت صح، وواي الفينول يشترك في عمليات البلمرة بالإضافة، غلط. ب إكس ثابت صح لو هو أسيتالدهيد، وواي غير قابل للنيترة، غلط. ج إكس غير ثابت صح، وواي من الرياتنجات هو أروماتي، يبقى مظبوط، يبقى ممكن الإجابة ج صح. د ثابت مفيش مشكلة ويسهل نزع المجموعة الفعالة بتاعته. خلي بالك الفينول في واي لا يسهل نزع المجموعة بتاعت ال OH لأن الحلقة ساحبة، احنا قلنا الكلام ده. فكده السؤال 28 إجابته ج أدق من د. نيجي للسؤال 29. يلزم لتحويل الصيغة C7H5O2Na إلى مركب أروماتي إكس مستخدم في البقلايت عدة تفاعلات متتالية. الصيغة دي C7H5O2Na، طالما O2 يبقى أنت بتدور على سونا، يعني ده ملح، هيحوله إلى أروماتي مستخدم في صناعة البقلايت اللي هو الفينول. تمام؟ ما نوع آخر تفاعل كيميائي ينتج عنه إكس؟ أنا بحضر الفينول بإيه؟ طبعا نوعه إحلال اللي هو تحلل مائي قاعدي، بس سؤال 29 الإجابة بتاعته ب. 30 أضيف محلول FeCl3 إلى 3 مركبات: هيدروكسيد صوديوم، فينول، ثيوسيانات الأمونيوم. أي مما يلي يعبر عن المشاهدات؟ بص، هو احنا التفاعلات دي لسه هناخدها في الباب الثاني. FeCl3 مع هيدروكسيد الصوديوم هيدي راسب بني محمر، يبقى كده الإجابة يا ج يا د. طيب ج يا د. الفينول بيدي محلول بنفسجي اللون والاتنين مظبوطين. ثيوسيانات الأمونيوم بقى بيدي محلول مع FeCl3 لونه أحمر دموي، فكده الإجابة د الإجابة المظبوطة. الباب الثالث إن شاء الله والثاني هناخد الألوان دي. المركبات الثلاثة التالية تتميز باحتوائها على مجموعة هيدروكسيد. المركب 1 يتحول لونه إلى بنفسجي عند إضافة محلول FeCl3 إليه. طيب بالراحة كده، يبقى فينول ده. المركب 2 يعتبر من الكحولات الثانوية. 3 يتأكسد مكونا حمض كربوكسيلي يعني كحول أولي أو ألدهايد. فألف من الفينولات، لو بصينا على ألف ماشي 1 تمام، وجيم برضو تمام، لكن ب لا، ده لا. فالإجابة يا ألف يا جيم، لأن ب كحول كده بالOH متصلة بCH2 مش متصلة بالحلقة مباشر. طيب هل بقى رقم 2 كحول ثانوي في ألف؟ لا، الصيغة دي كده بص على الكربينول قدامك أهو كحول ثالثي،
فكده الإجابة ده الإجابة مظبوطة إن شاء الله. نتأكد من 3. يتأكسد ويدي حمض كربوكسيلي. الصيغة اللي قدامي دي صيغة ثانوية، ما تنفعش. المفروض ده يتأكسد ويدي كيتون، فكده في خطأ في د. نرجع تاني نبص طيب على، احنا قلنا يا ألف يا جيم، ده أصلا غلط. بص كده على جيم مظبوط اهوت، 2 مظبوط، 3 أولي فعلا مظبوط، يبقى الجواب الصح في السؤال 31 جيم مظبوط. السؤال 32 بيقول يمكن التمييز بين الفينول والإيثانول بكل مما يأتي عدا ماء البروم هيدي راسب أبيض، الإيثانول مش هيتفاعل يبقى ألف يميز، فلز الصوديوم في الاتنين يتفاعل يبقى ما يميز، يبقى الإجابة ب. عباد الشمس في الفينول يدي أحمر، وفي الإيثانول متعادل. ده برضو مع محلول كلوريد الحديد الثلاثي مع الفينول هيدي لون بنفسجي والإيثانول لا، يبقى الجواب الصح في 32 هو ب. 33 كل مما يلي من خواص الفينول عدا، يبقى أنا هختار أقوى حامضين من الإيثانول صح، لا يتفاعل مع HX مظبوط لأن الحالة ساحبة. جيم يتفاعل مع بيكربونات الصوديوم دي اللي غلط لأن دي من خواص الأحماض وهو لا يحتوي على مجموع كربوكسيل يعني مش حمض أصلي. ما كتلة البروم اللازمة لتحويل 2 جرام من الفينول إلى، هو بيسألني على كتلة البروم اللي هتحول 2 جرام من الفينول إلى ثلاثي بروموفينول. دي لازم تتحل كمسألة. إزاي يعني؟ أقول لك أنا دلوقتي أنت بتفاعل الفينول اللي هو حلقة عليها OH مع البروم عشان يدي ثلاثي بروموفينول، يبقى مع 3 BR2. طيب ال3 BR2 هنشتغل بقى تحتهم كده، كل مول من ده يتفاعل مع 3 مول من ده. ما كتلة البروم يبقى اكس اللي هتتفاعل مع 2 جرام، يبقى هنا 2 جرام. ونحسب بقى الكتلة المولية هنا بكام وهنا بكام وهنا بكام. لو بصينا على الكتلة المولية بتاعة الفينول هنلاقي 6 ذرات هيدروجين يعني 6 في 12، يبقى هضرب كده 6 في 12 زائد في عندي 6 ذرات هيدروجين 6 في 1 زائد الأكسجين 16 واحسب. وكذلك 3 مول من البي ار 2 يبقى 3 في 2 في 80، وهو عطيني الكتل عندنا اهوت البي ار موجوده ب 80. واعمل طرفين في وسطين على كده هتطلع معايا الإجابة بتاعتها السؤال 34 10.2 جرام، الإجابة ج الصحيحة. يعني يا شباب أتمنى أكون أفدتكم. احنا حلينا مع بعض الجزئية بتاعت الدرس أو الفينولات، يعني الدرس العاشر. إن شاء الله هعمل فيديو لحل الاختبار بتاع الدرس ونكمل مع بعض حل الأحماض والاسترات إن شاء الله. أشوفكم على خير. كان معكم أخوكم إسلام كامل راشد. السلام عليكم ورحمة الله.